آه، أخيرا لقيتك. لو أنت زيي وراك مليون حاجة مش عارف تعملها إزاي وعمال تسوف فيهم كلهم، فتقريبا الفيديو ده هيكون ليك. لأن أنا زيك بقالي كام يوم، بقالي أسبوع تقريبا ويمكن أكتر. ورايا أكتر من 30 تاسك، ورايا حاجات عارف إن هي هتغير في حياتي بشكل جذري، وعمال أسوف لها وأقول بكرة شوية كده. كده كده الوقت كتير، كده كده ده هدف طويل المدى، كده كده لسه بدري، كده كده لسه السنة ما خلصتش، فاضل 90 يوم على السنة. الموضوع مش مستاهل، فمن كتر التأجيل ما عملتش ولا حاجة، وعمالين يتراكموا أكتر وأكتر. لو أنت زيي وأنا متأكد إن أنت زيي في الفيديو ده ليك. كان في الثمانينات واحد اسمه فرانشيسكو سيريولو، وأتمنى أكون قلت اسمه صح أصلا. جالك وقال لك طب ثواني كده، أنا عليا 30 تاسك مش عارف أعمل ولا حاجة منهم. إزاي ده؟ أنا راجل جامد جدا، مشكلة كبيرة. فقال لك طب ما ثواني كده، مش المهمة دي كبيرة؟ لو أنا دلوقتي عايز آكل فيل، أكله إزاي؟ قال لك أقسمه حتة حتة حتة، وأقدر في كل مرة آكل حتة صغيرة، بالتالي هقدر آكل الفيل كله. فقال لك طب ما ثواني نقسمهم على عدد أوقات محددة. وهي أكيد تقنية سمعت عنها في كذا فيديو قبل كده، وهي تقنية البومودورو. ودي بتشتغل على أساس إن أنت تمسك التاسك بتاعك. أنا عندي تاسك، أنا دلوقتي مش كتاسك كله، مش همسك الفيل كله أكله مرة واحدة. أنا هقسم الفيل ده، أو المذاكرة اللي عليا، أو المهمة اللي عليا، من قراءة قرآن، حفظ القرآن، أو إن كانت مذاكرة، أو حتى رياضة، أو أيا يكن المهمة اللي عليك. هي أكيد أكيد تحتاج منك وقت. فأنت إزاي بقى تنظم الوقت ده عشان تعمل المهمة اللي هي تقيلة عليك وأنت كسلان إن أنت تعملها؟ إن أنت تقسمها 4 قطع. في الأول، أول قطعة معانا أو أول جزء هيكون مدته 25 دقيقة. 25 دقيقة أعملها وبس. ما تفكرش إن أنت في ال25 دقيقة دول هتذاكر قد إيه، أو هتخلص كام شابتر، أو لو أنت بتحفظ قرآن هتحفظ كام آية. هما 25 دقيقة. اوعد نفسك بكل صدق إن أنت هتركز 25 دقيقة. ابعد التليفون عنك خالص وركز بس 25 دقيقة. هما دول 25 دقيقة بس اللي انت هتركز فيهم. بعد كده خلصوا بريك 5 دقايق. في البريك ده انت تقدر تعمل كذا حاجة، زي انك تروح تعمل مشروبك المفضل، او مثلا ممكن تلعب 5 ضغط، ممكن تلعب دقيقتين بلانك، وهيبقى 3 دقايق تعمل برضه فيهم مشروبك المفضل. ممكن تعمل كذا حاجة تغلي بيهم الوقت ده في ان انت تنمي نفسك. ممكن تقرأ صفحة من كتاب، ويبقى تاسك. مثلا لو عندك تاسك ان انت تقرأ النهاردة، يبقى عملته ضن. فكده وخلصت مهمتين في مهمة واحدة. انت شغال على مهمة كبيرة، خلصت مهمة صغيرة زي انك تقرأ صفحة من كتاب. وده في بعض الأوقات بعمله، لأن أنا بدمج مهمتين في مهمة واحدة. خلص البريك ال5 دقايق، ترجع تاني 25 دقيقة. هي 25 دقيقة اللي هركز فيها، مفيش أي حاجة تشغلني، مفيش أي حاجة هتشتتني، كل حاجة بعيدة عني. أنا مركز في اللي قدامي وبس. 25 دقيقة عدوا، يلا 5 دقايق بريك. تقدر في ال5 دقايق بريك دول ممكن تكافئ نفسك بشوية سكرولينج على الفيسبوك، أو على الانستجرام، أو أي منصة أنت تحبها، مع إني أفضل إن أنت تمسح البرامج دي يعني كده. بعد كده ترجع لتالت 25 دقيقة، وهي 25 دقيقة بس. هي دي تحطها في دماغك، لا هي دي خلاص، هي دي آخر 25 دقيقة. هي دي آخر 25 دقيقة هذاكر فيها، هركز في دي. دي هركز فيها جامد. وانت في التلاتة بتركز فعلا، وانت في التلاتة فعلا بتبعد كل المشتتات. بتبقى طافي النوتيفيكيشن بتاعت الموبايل، او عامل التليفون وضع الطيران اصلا. كده كده محدش فاكرك يعني، فاهم ازاي؟ وانت بتتفرج على الفيديو ده عشان محدش عارفك اصلا، محدش فاكرك، ومشي الدنيا معاك. ساعد نفسك إن أنت تركز في دول كمان. 5 دقايق بريك، يلا آخر جولة، والجولة الرابعة 25 دقيقة. بعد كده تدي نفسك بريك من 25 دقيقة، نص ساعة. وبعد كده ترجع تعيد الأربعة تاني، ثم تعيد الأربعة تاني. وفي وسط ما بين كل 4 و4 تزود 5 دقايق بريك، أو ممكن تثبتهم اللي هي نص ساعة ما بين كل 4. دلوقتي لو جيت بصيت في الوقت اللي أنت ذاكرت فيه، ممكن تلاقي اللي أنت ذاكرت
3 أو 4 ساعات. ممكن تلاقي إن أنت ذاكرت 5 ساعات وأنت أصلا أنت مكنتش قادر تقوم من مكانك. إزاي 4 ساعات؟ ودي الطريقة اللي كنت بذاكر بيها الإنجليزي في أول فيديو نزلته، بتاع لا تسعة. كنت بقول إن أنا كنت بذاكر بال3 وال4 ساعات. دي الطريقة اللي كنت بذاكر بيها، ودي أفضل طريقة إن أنت تعمل بيها أي حاجة حاسس بيها بضغط أو مش حاسس بضغط، أنت بس عايز تذاكر. أنا بشوف إن دي أفضل طريقة إن أنت تذاكر بيها. 25 دقيقة بريك، 25 دقيقة بريك. ومش لازم 25 دقيقة، يعني 26 دقيقة محدش هيقولك أنت إزاي بتعمل كده، أنت تخترق حدود الطبيعة. ممكن لو أنت برضو في يوم كامل بريك وأنت التاسك بالنسبة لك كبير جدا وعايز تديله وقت أكبر، وأنت متحمس وفعلا عندك القدرة إن أنت فعلا تدي المادة اللي قدامك ده وقت أكبر، ممكن تخليها 45 دقيقة وبعد كده 15 دقيقة بريك، 45 دقيقة 15 دقيقة بريك، 45 دقيقة 15 دقيقة بريك، وفي الآخر خالص تخليها من 25 ل35 دقيقة بريك، اللي هو البريك بعد ال4 بومودورو. بس كده دلوقتي تقدر تذاكر بال4 وال5 وال10 ساعات وانت اصلا مش واخد بالك ان انت بتعمل ده. فكمل، حفظكم الله. بينور. مش عايزك تنسى برضو قول الحبيب المصطفى: خير الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. المهم إن اللي أنت بتعمله ده يفضل شغال، يفضل مستمر، وطبعا يكون في طاعة الله. أهم حاجة إن أنت تفضل تستمر. المهم هي 25 دقيقة ولا 15 دقيقة، 45 دقيقة، المهم إن هو يفضل مستمر. المهم إن أنت متبطلش سعي، متبطلش تحلم وتجري ورا هدفك. أنت عامل خطة، عامل هدف على المدى البعيد، بس ملهوش لازمة. الأهم أنت تسعى صح، زي ما قلت في أول فيديو قبل كده، إن أنت تسعى صح. دي من الحاجات إن أنت بتسعى بيها صح، من الطرق اللي أنت تسعى بيها صح إن أنت تذاكر صح، تعمل زي ما قال الحديث: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. أدومها، ركز في دي، دايما، ومنها دايما، وإن قل يعني ما قالكش قليل قد إيه، بس يعني المهم إن هي يكون دايما، المهم يكون مستمر. الاستمرارية هي سر النجاح. أي حد ناجح اتكلم عن النجاح في ايفنت أو في كورس أو أي حاجة، لازم هتلاقيه بيقول لك الاستمرارية. لازم يتكلم عن الاستمرارية، أو ممكن يقولها في نص لازم تلاقي كلمة الاستمرارية وسط أي حد ناجح، وسط أي حد عمل إنجاز هتلاقي كلمة الاستمرارية في النص.